كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان كلنا في أحسن صحة وفي أحسن حال. رمضان بيبقى فيه عزومات كتيرة، وطبعا العزومات ما تنفعش من غير محشي. فتعالي أقولك النهاردة ازاي تخزني خضرة المحشي علشان في أي وقت تقدري تطلعيها وتعملي محشي بسهولة وبسرعة. طريقة التفريز دي هتخلي الخضرة تقعد معاكي من السنة للسنة وكأنها فريش، وطعمها ما بيغيرش، ولونها مش هيسود. وتقدري تعتمدي الطريقة دي في الأيام العادية من غير رمضان، لأن الخضرة أوقات بتبقى مش حلوة أو غالية. امشي بس على الخطوات اللي هقولك عليها، هتنجح معاكي جدا وهتعتمديها على طول. يلا نبدأ ونقول بسم الله. معايا كمية حلوة من الخضرة، بقدونس وشبت وكزبرة، تشكيلة مع بعض. اهم حاجة وانت بتشتري الخضرة بتاعتك حاولي تجيبيها ناشفة، مش شاربة مية كتير، لان المية بتدي ريحة مش حلوة للخضرة وبتخلي الخضرة مميمية كده. احنا عايزينها ناشفة. واول حاجة بنبتدي نعملها بتفك الربطة بتاعة الحزمة بتاعتك، وبتبدأي تقطعيها من فوق كده، وبنشيل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي اللي بتبقى جوه الخضرة. ممكن تلاقي رجلة، العيدان اللي هي ممكن تكون مصفرة شوية، كل الحاجات دي هننضف الحزمة بتاعتنا منها. واديكوا شايفين اهو انا بقطعها بالسكينة، وشلت العنقود بتاعها، وهبدأ افرطها كده واشيل كل ورقة مش عجباني، اي حاجة مصفرة كده. هننضف بقى كمية الخضرة بتاعتي كلها بنفس الطريقة. خلاص كده انا نضفت الخضرة بتاعتي من اي ورقة غريبة مش تبع الخضرة، سواء بقى كانت صفرة او سودة. هحط بقى الخضرة بتاعتي كلها على بعض في طبق كده كبير علشان خاطر اقدر اغسلها كويس جدا. وليه انا حطيت الخضره كلها مع بعض؟ لان كده كده لما بنعمل المحشي الشبت والبقدونس والكزبره بيكونوا مخلوطين مع بعض. لو انت بقى حابه تفصلي كل نوع لوحده مفيش مشكله، هتكتبي على كل كيس اسم نوع الخضره اللي انت مخزناه جوه الكيس. تعالوا بقى نغسل الخضره بتاعتنا كويس جدا. اول حاجه هبدا اعملها هنقعها في ميه كتير عشان اي طينه متعلقه في ورق الخضره تنزل معايا بسهوله. هننقعها في الميه وهشطفها 3 4 مرات لحد ما اشوف الميه صافيه ونظيفه، وبحط عليها خل واشطفها من الخل واغسلها كويس جدا جدا. وبعد كده بصفيها في مصفى، واجيب بقى فوطه نظيفه تكون بتشرب الميه كويس، وابدا افرد عليها كل كميه الخضره بتاعتي علشان خاطر تنشف بسهوله، والفوطه بتاعتي تشرب الميه بتاعه الخضره. انا محتاجه، وده من اهم نجاح التفريز بتاع الخضره، اني انشف الخضره بتاعتي كويس جدا. يعني ما تستعجليش عليها، واستني لحد ما تنشف معاكي خالص وما يبقاش فيها اي ميه، علشان خاطر لما تيجي تخزنيها تطلع معاكي بنتيجة كويسة، لا لونها يسود ولا ريحتها تغير. خلاص كده الخضرة بتاعتي نشفت تماما من المية. ابدأ بقى اقطعها، ممكن تقطعيها بالسكينة او بالمقص اللي بتحبي تستخدميه في تقطيع الخضرة، تمام مفيش مشكلة. هقطع بقى الكمية بتاعتي كلها، وطبعا هتحاولي تقطعيها صغير جدا جدا علشان خاطر زي ما اتفقنا ان الخضرة دي هستخدمها للمحشي. كده خلاص انا قطعت كل كمية الخضرة بتاعتي، هبدأ بقى اخزنها. وتعالى اقول لكم هنخزنها ازاي، ودي اهم خطوة في التخزين. هتجيبي كربوناتو من العطار. الكربوناتو ده هيساعد الخضرة ان هي تفضل بنفس اللون وتحتفظ بنفس اللون بتاعها الاخضر الحلو دوت، ولونها وطعمها ما يغيرش. رشتين بس على الخضرة من الكربوناتو علشان خاطر زي ما قلت لكم تحافظ على اللون بتاعها مهما خزنتيها من السنة للسنة. وهقلبها كده تقليبة كويسة، بس مش عايزة اكتر من كده. يبقى اهم حاجة في التخزين بتاعنا هي رشة الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم، زي ما بتقولي تمام مفيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده لونها جميل وتقطيعها صغير اهو، علشان خاطر نقدر نستخدمها للمحشي او الطبخ بسهولة. هجيب بقى اكياس التلاجة او اكياس التخزين، وبدأت قسمت الكمية بتاعتي على قد ما انا اقدر استخدم او ان انا حابة استخدمها. ممكن اخد مثلا لكمية المحشي كيس، ممكن اخد كيسين، ده افضل ما تحفظيها كلها في كيس واحد. زي ما انتوا شايفين انا استخدمت اكياس التلاجة مفيش مشكلة خالص، وقسمت الكمية بتاعتي. هبدأ بقى اهم حاجة وانا بخزنها في اكياس التلاجة ان افرغ كل كيس من الهواء، ودي حاجة مهمة جدا جدا علشان خاطر برضو الخضرة تقدر تحتفظ باللون بتاعها
وتطلع تديكي نتيجة كويسة وكأنها لسه فريش. وزي ما قلت لكم، احنا الخضرة دي للمحشي للطبخ، لكن للسلطة بالأمانة مش هتبقى تمام، لأن السلطة بتبقى عايزة خضرة فريش. فانتي تقدري تستخدمي الخضرة دي للمحشي للطبخ. وأهم حاجة لما تطلعيها من التبريد من الفريزر ما تسيبيهاش لفترة طويلة لحد ما تستخدميها في الطبخة بتاعتك. لا، انت هتطلعيها وهتستخدميها على طول، لانك لو طلعتيها وسبتيها تفك هتنزل مية ومش هتديكي نتيجة كويسة. لكن لما تطلعيها مجمدة زي ما هي وتستخدميها على طول هتديكي نفس طريقة وطعم الطازة بالظبط. لو عملتيها بالطريقة دي وجففتيها كويس قوي زي ما شفتي معايا وحطيتيها على فوطة او ملاية، وبعد كده رشيتي عليها رشة الكربوناتو وتحطيها في اكياس التلاجة وتفرغيها من الهواء كويس جدا بالشكل ده، وشلتيها في الفريزر واستخدمتيها وهي مجمدة من غير ما تفك، هتديكي نتيجة تحفة كأنها فريش وطازة بالظبط. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم واستفدتي معايا، واستنوني في وصفة جديدة.